لسنا من قتلنا عليا ولا أسقطنا علوكم ولا حطمنا يوم السقيفة حلمكم ولا شتتنا شملكم ولا جففنا نسلكم ولا فرقنا في صفين صفكم ولا كربنا جمعكم ولا ذبحنا حسينكم ولا سلبناكم وهم خلافتكم ولا نصرنا معاوية ولا خذلنا علي، وليس بين صفوفنا ابن ملجم كي تأخذوا منه ثأركم. فعلى ما تقتلوا أحرارنا وتفجروا مساجدنا وتشردوا أهلنا وتهتكوا سترنا؟ على ما سنذكركم فلا تنسوا. ألسنا من آواكم حين شردتكم السيوف وجعلنا منكم أهل دار وجعلتمونا ضيوف؟ جئتمونا أذلاء فأكرمناكم وأعلينا من شأنكم، جائعين فأطعمناكم، خائفين فأمناكم، حفاة عراه فسترنا عوراتكم. فكان الجزاء منكم أن أنكرتم معروفنا وطمعتم في أرضنا وأبحتموها لأعدائنا واستحليتم دماءنا وسرقتم أموالنا ونهبتم خيراتنا وذليتم عزيزنا وأهنتم كريمنا وسلبتم مجدنا وسطوتم على هويتنا وشيعتم شعبنا ودمرتم دولتنا وانقلبتم على شرعيتنا وأردتم قتل رئيسنا وحاولتم إخضاعنا وأردتمونا أتباعا لكم وكنتم أتباعا لنا. نعم، أتباعا لنا. سنذكركم فلا تنسوا. رفعتم شعار الموت كذبا للعم سام فكان الموت من نصيبنا، فسمى بكم العم سام وفتح لكم أبواب عاصمتنا واستمات في شرعنة جرائمكم. أعلنتم الحرب بدعوى حماية السيادة الوطنية فسخرتم الوطن بمن فيه لحماية سيادة سيدكم الفارسي ووهمية حقه الإلهي، فتسيدكم إيرلو وتحكم بأمركم وأمسك بلجامكم فأمسيتم أذنابا للفرس وأصبح الآمر الناهي بحاضركم ومستقبلكم. ادعيتم إسقاط الجرعة فجرعتم الشعب أصناف الجوع والذل والمهانة، فالمشتقات النفطية جففتم مصادرها وما وجد منها فب10 أضعاف سعرها، ولا يشتم رائحتها إلا من جثموا عند أقدام كاهنكم وحازوا بركته. والكهرباء نائمة لعن الله من أيقظها فلا تضيء إلا منازلكم، والبقية صارت الشمس مصدر ضوئهم. الغاز أمسى لغزا حله فقط في أسواقكم السوداء، وكذلك هو حال الغذاء والدواء، تولى أمرها غلمان الحوثي ومن سار على نهجهم.